العوافي عليكم يا حبايبي. أنا النهاردة هقول لكم كلمة بتسمعوها كتير لكن مش عارفين إيه معناها. كلمة يا ابن الإيه بتتقال على الإنسان الشاطر الحرك اللي بيعمل حاجة غيره ما يقدرش يعملها، نقول له يا ابن الإيه، جبتها إزاي، عملتها إزاي. لكن المشكلة في إيه يا حبايبي؟ في إيه ديت؟ إيه في اللغة القبطية القديمة عند الفراعنة يعني معناها البقرة. يعني اما حد يقول لك يا ابن الايه يعني يا ابن البقرة. يا ترى هي شتيمة ولا مدح في ايامنا دي بعد ما اللحمة بقت ب350 و400 واللبن وصل الكيلو 30 جنيه والكباب وصل من 700 ل1000 جنيه. حتى الجزارين من غلوها، في جزارين بيبيعوا اللحمة بالقطعة دلوقتي. كان زمان أهالينا كانت في المواسم تذبح دكر بط وتشتري، أو دكر بط اللي عنده بيربي بيذبح دكر بط، واللي كانش كده في المواسم يشتري دكر بط. أصبحت اللحمة بتنافس دكر البط. يعني بعد كده اللحمة هتخش البيت زي ضيف عزيز في المواسم. يا ترى اما حد يقولك يا ابن الايه هتعتبرها مدح ولا هتعتبرها شتيمة؟ ولو هتعتبرها مدح هتقول هو انا طول ده اللي عنده بقرة عنده السعد كله. وإن عجبكم حكايتنا ما تنسوناش في اللايك والشير وتمسوا بالخير يا حبايبي.